هل الطيور المهاجرة أوطاني؟ صرصقة تلاجي وفوتان الرؤيا. حدثني قوم عن الجمال وعن الطبيعة وعن المشاعر السعيدة والأليم، وعن الطفولة والشباب والعجز، وعن المراحل الأولى والمراحل الوسطى والأخيرة، ومن ثم خبروني عن الوطن وعن الإنسان الذي يتجلى في الوطن بوجه عابس، كما أخبروني عن الطفل المجهول وعن الشجرة التي زبلت أوراقها وجفت أغصانها. فكنت وقت ذاك لا أعرف معنى الإجابة، وكنت أسمع بالطفل الرضيع المشرد، فكنت لم أصدق ذلك الحديث الذي تكاد أن تكون شبه مستحيل. وكنت جالس عند شرفة المنزل وقلبي تجاه نافذة دامس لا أرى فيها سوى بقعة صغيرة بيضاء، بقعة ضوء يشبه ضوء القمر في الليل. فكنت أسأل نفسي ما الذي يشغل بالي. فعلا كان هناك أمر ما، لكنني لست أدري. فكان نفسي في حيرة وصمت دون جدوى، ليس هناك إجابة. كل هذا الصمت الرهيب قد كنت أسمع صوت ضجيج وأنين، صوت أشبه بصوت طفل، وفعلا كان صوت طفل. عندما جئت إليه داني وجدته ذاك الطفل المشرد. قبل سؤالي له فكان سؤاله لي مثل هذا: هل للطيور المهاجرة أوطان؟ أيضا لم أستطيع أن أنطق كلمة نسبة لكثرة الذنوب وعنادي والقساوة للأطفال وبيع منازلهم قبل أن يولدوا، وتمحيض الأزقة والشوارع المكتظة بحرارة الشمس والأشباح لهم دون مأوى. عندما سألني مرة أخرى وبكل جراءة وشغف متثقل، تواريت خجلا تجاه الأرض مكبوت بالحسرة، فقلت: ما هذا السؤال؟ ومن أين أتى هذا الفتى النبيل؟ أيضا كان في عقلي وقلبي ليس هناك إجابة، لأني في الأصل درويش لا أعرف أن أتصرف مثلما يتصرفون البشر. فكان لي سيادتي المزورة الذي جعلني مسيطر ومتصلب الفكر ومتسلط على عاتق الآخرين، فلم أكن قادر أن أجيب. وأما الإجابة الوحيدة وراء السؤال هو الصمت. بقلم شرحبيل كومي.